Gang's beast planned forest. أهلا بيكم يا أحلى متابعين، والله وحشتوني. يلا بينا نكمل القصة، وده الجزء السادس والأخير. ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك في قناتي خيال بلا حدود. يلا نخلص المعركة. في أعماق الصحراء، حيث الرمال تبتلع كل أثر وتكفن كل سر، كان المعبد القديم يرتجف كأن قلبه ينبض من جديد بعد آلاف السنين من الصمت. الهواء محمل بغبار ثقيل، ورائحة الحجارة المحترقة تملأ المكان. في القاعة المظلمة وقف الثلاثة على أقدامهم بصعوبة. العجوز بجسده المنحني لكن بعينيه المليئتين بالحكمة يمسك بعصاه كأنها امتداد لروحه. المحارب طويل القامة، درعه الحديدي يغطي صدره وكتفيه، وسيفه الثقيل بين يديه. عرقه يتصبب من جبينه، لكن عزيمته لم تهتز. بجانبه الفتاة الأبيض الطويل يتمايل مع هبوب الرياح التي تتسرب من الشقوق، وعيناها الزرقاويتان تضيئان بنور غامض يبدد بعضا من ظلام المعبد. أمامهم كان يقف آدم. لم يعد هو نفسه، بل تحول إلى كيان تحيطه هالة من لهب أحمر قاتم. الخاتم الفضي في إصبعه يشع بميض قرمزي، كأنه شمس صغيرة تحترق بالشر. عيناه اشتعلتا بنار جهنمية، ووجهه فقد ملامحه البشرية، صار كقناع مرعب يتغذى من الظلام. وخلفه التمثال الحجري الضخم برأس الشيطان. أضاءت عيناه، وانطلقت منه شقوق من النار عبر الجدران. المعبد اهتز، الصخور تساقطت من السقف، والأرض تحت أقدامهم تصدعت. صرخة مدوية خرجت من صدر آدم، كأنها صوت آلاف الأرواح الملعونة. رفع يده، فاندفعت موجة من اللهب الأحمر كسرت الأعمدة وأسقطت حجارة عملاقة. المحارب اندفع أولاً، يرفع سيفه ويصرخ من أعماقه. كل خطوة كانت ثقيلة، لكن إرادته أقوى من الخوف. ضرب بسيفه اللهب، فانقسم الشرر من حوله. بجانبه الفتاة رفعت يديها، وانطلق من صدرها نور أزرق هائل، وجه نيران آدم وجعل القاعة تنقسم إلى نصفين، نصف مغمور بلهيب أحمر، والنصف الآخر يغمره ضوء أزرق بارد. العجوز زرع عصاه في الأرض، وبدأ يتمتم بكلمات قديمة منسية. الرموز المحفورة على الجدران أضاءت واحدة تلو الأخرى، وكأنها استيقظت من سباتها. الظلال التي كانت تزحف على الجدران بدأت تصرخ وتتحول إلى رماد يتطاير في الهواء. لكن آدم لم يتراجع، جسده كله اشتعل، والخاتم يطلق دوائر من النار الحمراء تدمر كل ما حوله. صرخ بصوت يزلزل المكان: أنتم لا تستطيعون إيقافي، أنا الخاتم، والخاتم أنا. المحارب استغل اللحظة، اندفع بكل قوته وضرب سيفه مباشرة نحو يد آدم. الشرر انفجر، وصرخة آدم اخترقت القاعة. جسده ارتجف، والخاتم قاوم بعنف، كأنه يرفض أن يترك صاحبه. الفتاة اقتربت، وجهها مضاء بالكامل بنور أزرق طاهر. دموعها سالت لكنها لم تتوقف. مدت يدها نحو الخاتم، وصوتها ارتفع كأنه صدى من السماء: هذه اللعنة تنتهي هنا. انفجر الضوء من يدها وغطى الخاتم. النار الحمراء بدأت تضعف، تتحول إلى بخار أسود يتلاشى شيئا فشيئا. صرخات الأرواح انطلقت من الخاتم، آلاف الأصوات تصرخ قبل أن تختفي في العدم. آدم سقط على ركبتيه. الهالة الحمراء اختفت، وعيناه انطفأتا. جسده ارتعش لحظة، ثم سقط على الأرض بلا حراك. الخاتم تفتت ببطء وتحول إلى رماد ناعم تفرق في الهواء. لكن النصر لم يكن بلا ثمن. المعبد كله بدأ ينهار. الأعمدة العملاقة سقطت واحدة تلو الأخرى، والأرض تشققت بفتحات واسعة، ومن خلالها اندفعت الرمال كأنها تريد ابتلاع كل شيء. المحارب أسرع وأمسك بيد الفتاة، والعجوز سارع خلفهما
متكئا على عصاه. الركام يتساقط من حولهم والغبار يغطي وجوههم، لكنهم واصلوا الركض نحو المخرج. وبأعجوبة خرجوا من بوابة المعبد في اللحظة الأخيرة، وخلفهم انهار المعبد بالكامل غارقا في رمال الصحراء وكأنه لم يكن موجودا يوما. وقف الثلاثة يلهثون تحت ضوء القمر، السماء هادئة والصحراء عادت لصمتها الأبدي. الفتاة نظرت إلى الأفق، دموعها ما زالت تنساب لكنها ابتسمت. المحارب غرس سيفه في الرمال وركع برأسه احتراما للرحلة التي انتهت. أما العجوز فرفع عينيه للسماء وقال بصوت ثابت: اللعنة انتهت، لكن كل نهاية هي بداية لحكاية جديدة. وهكذا طويت صفحة الظلام. النور الأحمر اختفى والرمال احتضنت أسرار المعبد. عاد العالم لينبض من جديد، خاليا من الخاتم ومن آدم ومن اللعنة التي كادت تبتلع كل شيء. النهاية. وصلنا للنهاية. أتمنى تعملوا إعجاب واشتراك في قناتي خيال بلا حدود. أشوفكم في حكاية جديدة. سلام.